صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله ده اول فيديو ليا في اول تشانل ليا، ان شاء الله تكونوا مبسوطين معايا. التشانل هتبقى عن الكورة، هنضحك ونهزر ونتحلل ونعمل كوميكس وكل حاجة ونتريق، وان شاء الله يبقى كل حاجة زي الفل. ونخش بالانترو بقى ومن غير كلام كتير. القناة هيبقى اسمها فار الكلام. ورجعنا لكم بعد الانترو عشان نشرح لكم بقى هنعمل ايه. طبعا بكره في ماتش مهم، ده ماتش الزمالك. الزمالك هيعمل ايه بكره مع اتحاد العاصمه؟ اتحاد العاصمه ده يعني فريق انا شايفه في الذهاب ولا ليه اي تأثير لازمه في الحياه. هو فريق ولا بيعرف يدافع ولا بيعرف يهاجم، هو عنده شويه لاعبين خط وسط بيبصوا الكره على الوينجين وخلاص. الدفاع شوربه والهجوم شوربه. الزمالك محتاج يبقى مركز، محتاج الفرقه تبقى تلعب اللي هي مع بعض، ما فيش بقى واحد ناصر منسي يشوط الكره لوحده ويعيش مع حياته وبزيرة يرقص ويجري. ماشي، بزيرة ممكن يرقص ويجري ويرفع، دي حاجه حلوه ما عنديش مشكله، بس هم عندهم الدفاع شوربه، مفيش دفاع. يعني يا جماعه معلش، يعني لو فتوح ده يجري ويعدي من اللعيبه وبيعمل بين الخطوط بايظ عندهم، ما بيعرفهموش. حرام نشيل منهم واحد. انا الذهاب طبعا انا كده زملكاوي، عشان محدش بس يفكرني متعصب ليه وكده. انا زملكاوي، فالزملكاويه هم كده، فانا هبقى متحيز للزمالك في القناه دي يا جماعه، محدش يزعل مني. هتكلم على اهلي، هتكلم كره عالميه، هتكلم اي حاجه، بس انا زملكاوي وهفضل زملكاوي. فهتلاقوني متحيز للزمالك الفتره دي كتير يعني، او على طول عمري كله، فمحدش يزعل مني معلش. الزمالك زمالك برضو. بس فاحنا دي اول حاجه هنتكلم فيها، عشان ده الماتش اللي هو كمان كام ساعه. انا الفيديو ده هينزل الساعه 4 الفجر، انا بصور الساعه 3، فيا رب ينزل 4، اصلا ممكن ينزل 5 كمان. الزمالك لازم يلعب خطه اللي هو ما يشوتش، مش كل كرة تيجي في رجل اللعيبه يروح مطوحها قدام عشان يعرفوا يوصلوا بسرعه. يلعبوا هدوء كده بالراحه. يعني مثلا حسام عبد المجيد لما يهدى على كورته ويباصي احسن ما يروح شايط من دفاع لغايه الهجوم، ما يعملش، مش هيستفيد بيها حاجه يعني. ليه؟ فانا نفسي بس تلعبوا واحده واحده كده يعني. وهنتكلم بتفاصيل اكتر عن الخطه وعن التشكيله وكل حاجه. ان شاء الله الزمالك بكره هيغلب 2-0 ان شاء الله، بزيرة والتاني المجنون ده اللي اسمه شيكو بانزا. شيكو بانزا اللي بيرش معاه على ناصر منسي، بيرش معاه على الاسطوره. والله لو كان ماسكك كان بص، يلا بلاش كلام. بس فالزمالك ان شاء الله هيبدا تشكيلته، يعني اللي انا شايفه هيبدا باسمه ايه ده، مهدي سليمان في الجون مع 4-3-3. 4-3-3 دوت هيبقى ايه بقى؟ هيبقى احمد فتوح وحسام عبد المجيد والونش محمد اسماعيل او عمر جابر. عمر جابر انا نفسي يلعب بصراحه، يا رب يعني اصابته تكون يعني الحمد لله يرجع زي ربنا يشفيه ويرجع وينزل الماتش ده. في خط الوسط عندك عبد الله السعيد وعندك محمد شحاته واحمد ربيع. ما حبيتش احمد ربيع بصراحه، يعني خايف منه لو نزل يعني. يا رب يبدأ بحد تاني. عندك بقى قدام هيبقى ناصر منسي وهيبقى بيزيرة وهيبقى عدي الدباغ. انا نفسي بس بيزيرة يبقى في نص الملعب، يتحرك في نص الملعب، يعني يجري كده في نص الملعب، ما يبقاش محطوط على الطرف، عشان لو فضل في الطرف بيزيرة هتلاقيه ممسوك من واحد، لما يمسكه مش عارف يتحرك. وطبعا اتحاد العاصمه هينزل كله دفاع ورا، فما ينفعش ينزل دفاعه، يعني ما ينفعش هو يفضل مع الجنب كده منفي. لازم تجريه في نص الملعب عشان يحرك الناس معاه، عشان هو لما يتحرك بين الخطوط الدفاع بتاع اسمه ايه، الدفاع بتاع اتحاد العاصمه، كل واحد هيسيب مكانه، هيبقى في مساحه فاضيه للتاني يخش، فهيخش. فانا نفسي ده يحصل، نفسي نجيب جون في اول 5 دقايق نرتاح نفسيا شويه يعني.
لو جبت جون في اول 5 دقايق، انا بقول لكم الزمالك هيجيب جون في اول 5 دقايق، وده لو جه هيجيب الجون التاني في اول بعدها ب10 دقايق، والماتش هيرتاح. انا عارف ان الزمالك كتر خيره اللي هو بيعمله السنه دي، يعني 15 ولا 17 ايقاف قيد. مفيش فلوس، اللعيبه بتقبضش، بس كتر خيره. يعني هو لو خد الكونفدراليه وان شاء الله يغلب سيراميكا وياخد الدوري، ما بلغش ان شاء الله يعني. لو خد الدوري يعني يا سلام، يبقى بطولتين السنه دي، دي حاجه بالنسبه لهم. ده انا يعني في هذه الظروف الاستثنائيه انا ابقى مبسوط جدا، هبقى فرحان جدا. مش يعني ده منافسي اللي هو الاهلي لغايه دلوقتي ما خدش ولا بطوله، ومعاه فريق ما شاء الله عليه حدث ولا حرج. بس ان شاء الله ان شاء الله الزمالك منصور. اتمنى ان اتحاد العاصمه يعني اول 5 دقايق الجمهور ينزل كده، يخليه ركبه بتخبط، ما يعرفش يباصي كرة صح. وانا واثق ان الجمهور هيعمل كده، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الزمالك هيجيب جونين في الشوط الاول وجون الشوط التاني ان شاء الله. اتمنى بس يلعب بهدوء، الونش وحسام عبد المجيد كده ما يستعجلوش على الكوره، فتوح يطلع الكوره من رجله صح. لو شيكو بنزا نزل في بدايه الماتش يعني اتمنى انه ما يأننش، اتمنى انه ما يبقاش يعني نصيحه، يعني ما تبقاش كده لا مبالاه عندك كده الكوره رميها في اي حته. لو الكوره ضاعت منك عادي قشطه، اخدت الكوره عادي، ممكن ما ترجعش. لا يا عم، انا اهدى كده على كورتك وهتلاقي الدنيا ماشيه معاك كويس. اتمنى كمان يعني ما نوصلش بالانتيات، عشان انا ما بحبش بالانتيات، انا قلبي ما بيحبش بالانتيات. وعندنا مهدي سليمان طبعا، ده ربنا يعني ينفخ في صورته كده. انا اسف طبعا، انا اسف، انا بشرب انشوم والله عشان زوري وجعني. مهدي سليمان ان شاء الله ان شاء الله يعمل ماتش احسن من الماتش اللي فاتت وناخد البطوله ان شاء الله. طبعا انا بتكلم عن الزمالك كتير عشان انا متحيز بصراحه، ما حدش يزعل مني. يعني الزمالك دوت حاجه بالنسبه لي محدش في الدنيا عارفها، فيا رب انصره يا رب. كنت بنتكلم في ايه تاني؟ في اتحاد العاصمه بقى. اتحاد العاصمه هينزل مقفل يعني هيلعب، ممكن يلعب ب5-4-1 اللي هو 5 دفاع وبعديهم 4 وواحد قدام، وهيلعب على المرتد طبعا. وانت طبعا ده بالنسبه لك انت ما بتحبش اصلا كده كزمالك، وانت بتحبش كده كزمالك. فيا رب يا رب يعني يضغطوا علينا عالي، عشان لو ضغطوا علينا عالي انا عارف ان الزمالك هيجيب جون في البدايه. ليه بقى؟ عشان الزمالك لو مسك الكوره في رجله مش هيعرف يتصرف فيها. انا نفسي يعني الزمالك يبغتهم بجون كده في الاول بسرعه، عشان الماتش ما يكعبلش مننا. عشان لو عدى الشوط الاول وما عرفناش نعمل حاجه، الزمالك هيخش التاني متكعبل ودماغه في حته تانية، وكل واحد بقى عايز يخلص وسرعه وتوتر. وان شاء الله ان شاء الله لا ما نوصلش للكلام ده يعني. نصيحة يعني مني لهجوم الزمالك، خلصوا الماتش بدري، بلاش انانية. ناصر منسي الاسطورة، نصيحة، عايزك بس الكرة تحت رجلك كده تفكر، متتصرفش بعشوائية او انا عارف انك دباب على الارض، اجري اضغط، خد الكرة من اي حد هتاخدها. هما بيغلطوا وهيغلطوا، ما تخافش، متتوترش، ما تستعجلش. بزيرة طبعا انت اللي هجيب الماتش، يعني انت اللي هجيب الماتش. ايه تاني اخبار الزمالك بقى؟ بيقولك عمر جابر لسه في شكوك على الاصابة. ان شاء الله ان شاء الله بكرة يبقى كويس ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا عندي امل ان عمر جابر يبدأ ان شاء الله، عمر جابر يبدأ. ايه تاني حابين نتكلم عن ايه تاني؟ نتكلم على الاهلي ولا لا؟ مش وقت الاهلي، خلي الاهلي في وقته. يعني لما الاهلي يخسر الدوري ان شاء الله نطلع نتكلم على الاهلي ونحفل عليه عادي جدا ان شاء الله. يعني ان شاء الله الزمالك كده يكسب سيراميكا والاهلي يتعادل وبيراميدز يتعادل ان
ان شاء الله. ده بالنسبه للدوري. بالنسبه للكونفدراليه بقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الزمالك هيكسب 3-0. الفينا بيزير هيجيب جونين، وعدي دباغ جون او ناصر منسي بالاسطوره بتاعتنا. ده كده كل حاجه. اتمنى انكم استمتعتوا معايا باول فيديو. عارف ان انا مطولتش، وعارف ان انا كنت متوتر، بس ان شاء الله يبقى فيديو عجبكم يعني. سلام.